عسلامة وإن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. الفيديو هذا يجيكم من البحر خاطرني اليوم أنا في البحر، وعملت مجموعة من الكتب اللي مش نقراها في العطلة هذه. بحر متاع غار الملح اللي هو من أجمل تقريبا الشواطئ في تونس، مزيان ياسر. باهي، أول قراءاتي هو كتاب كيف صار التونسيين للهادي التيمومي. يطرح الكتاب مسألة الهوية التونسية ومسألة الانتماء متاع الشعب التونسي. هذا الانتماء اللي هو محل صراع بين اللي يقول احنا عرب ومسلمين وبين اللي يقول انه احنا نتاج عدة حضارات. في الكتاب هذا يحاول الهادي التيمومي رسم ملامح الشخصية التونسية، ويبين أن التونسي عنده برشا صفات إيجابية، فهو مقبل على الحياة، يحب التعلم، لاهي بروحه يعني بمظهره الخارجي، يحسن صورته قدام الناس، يحب الموسيقى والفنون، وسطي، معتدل، متسامح، متفتح على الآخر. هكا يوصفنا الهادي التيمومي. كيفاش اكتسبنا شخصية هذه؟ من خلال الحضارات اللي تعديت على بلادنا واللي خلات بصمات في شخصيتنا. يقول في الكتاب: فتونس اليوم كان اسمها أفريقيا في العهد البونيقي، ثم حرف المسلمون الاسم، معناها بدلوه، فصارت إفريقية اللي أعطت اسمها للقارة الكل. لقد أسهمت تونس وهذا البلد الصغير في الحضارة الإنسانية، شاهدا على ذلك، وإرثا نتوارثه نحن أبناؤها. ويكفي أن نذكر عبقرية حنبال العسكرية، وإنتاج قرطاج لأفضل دستور في العهد القديم، ودور تونس في نشر الإسلام، دون أن ننسى شخصيات يعني عظيمة كما ابن خلدون. وتونس أصدرت أول دستور سنة 1861، هو أول دستور في العالم العربي الإسلامي. كما نذكر بفخر ما عرف بصداق القيرواني، وإصدار مجلة الجنايات والأحكام العرفية، وتوحيد القضاء في الأحوال الشخصية. وكما يقول الكاتب سادة: هذه تونس وهؤلاء التونسيون هم أبناؤها الذين تطبعوا بطباعها. بالطبيعة في الكتاب مش تلقاو برشا تفاصيل تاريخية، وممكن الكتاب خفيف، وخاصة تلقى فيه روحك خاطر باش يحكي عليك في نهاية الأمر كيفاش انتي تونسي. محلاه الكتاب عجبني، وننصحكم بقراءته، ويبقى معناها الهادي التيمومي من أحسن التقريب اللي كتبوا في التاريخ. يلزمنا نرجعوا له كمرجع. ونهاركم زين.